موت عمر الفاروق. عندما طعن عمر رضي الله عنه فأتي بالحليب فشربه فخرج الحليب من خاصرته، فقال له الطبيب: أوصي يا أمير المؤمنين فإنك لن تعيش. فنادى ابنه عبد الله وقال له: ائتني بحذيفة بن اليمان. وجاء حذيفة وهو الصحابي الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم جدولا بأسماء المنافقين ولا يعرفهم إلا الله ورسوله وحذيفة. وقال عمر والدماء تجري من خاصرته: يا حذيفة بن اليمان، أناشدك الله، هل قال الرسول اسمي بين المنافقين؟ فسكت حذيفة ودمعت عيناه وقال: ائتمنني على سر لا أستطيع أن أقوله يا عمر. قال: بالله عليك قل لي، هل قال رسول الله اسمي بينهم؟ فبكى حذيفة وقال: أقول لك ولا أقولها لغيرك، والله ما ذكر اسمك عندي. فقال عمر لابنه عبد الله: بقي لي من الدنيا أمر واحد. فقال له: ما هو يا أبتاه؟ قال: أن أدفن بجوار رسول الله. يا بني، اذهب إلى عائشة أم المؤمنين ولا تقل أمير المؤمنين، بل قل عمر يستأذنك، أنت صاحبة البيت، إن أذنت أن يدفن عمر تحت قدمي صاحبيه. فقالت: نعم، قد كنت أعددت هذا القبر لي، واليوم أتركه لعمر. فعاد عبد الله فرحا وقال: يا أبتاه، قد أذنت. ثم رأى خد عمر على التراب، فجلس عبد الله ووضع خده على فخذه، فنظر إلى ابنه وقال له: لما تمنع خدي من التراب؟ قال: يا أبتاه. قال: ضع خد أبيك على التراب ليمرغ به وجهه، فويل عمر إن لم يغفر له ربه غدا. ومات عمر بعد أن أوصى ابنه فقال: إن حملتني وصليت علي في مسجد رسول الله فانظر إلى حذيفة فقد يكون راعني في القول، فإن صلى علي حذيفة فاحملني باتجاه بيت رسول الله، ثم قف على الباب فقل: يا أماه، ولدك عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فقد تكون استحييت مني فأذنت لي، فإن لم تأذن فادفني في مقابر المسلمين. فحمله ونظر في المسجد فجاء حذيفة وصلى عليه، فاستبشر ابن عمر وحمله إلى بيت عائشة، فقال: يا أمنا، ولدك عمر في الباب، هل تأذنين له؟ فقالت: أدخلوه. فدفن سيدنا عمر رضي الله عنه بجانب صاحبيه. رحم الله عمر بن الخطاب، ملأ الأرض عدلا وخاف الله خوفا شديدا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. فما بالنا نحن اليوم لا يدري أحدنا أربه راض عنه أم لا، ومع ذلك نلهو ونضحك ولا نخاف ولا نخشى ولا نفكر بمصيرنا بعد الموت. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أمتنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عبد الغني العين صوري.